red carpet event في دبي. Hi Wallabies, get ready with me علشان اروح على event. ده شعري الطبيعي لما بطلع من الشاور بينشف على الستايل ده. كل حد بيسألني اذا ده شعري ولا باروكة ولا extensions. يا جماعة ده شعري كله. كذا مرة اوريكم واسيب لكم من كل اتجاه ان ده كله شعري. اي اتجاه لكلكم تعرفوا اي اتجاه شعري. تمام، خلصنا من النقطة دي. اوكي، عندي 5 حاجات لازم اعملها to get ready. هو شعري، سكين كير، ميك اب، لبس، وماي نيلز. الجزء ده شعري. اول حاجة بعملها هو ان انا بسلك شعري، مع ان انا بحب شكله قوي وهو كنيش كده كتير قوي بسيبه. ده دي الطريقة اللي انا بريح بيها شعري، ان انا بسيبه على طبيعته بعد ما باخد شاور. بس لما بيكون بقى عندي ايفنت او في حاجة ورايا لازم اعملها، او مثلا عايزة اعمل شعري وخلاص، يعني لازم اسرحه الاول. وبسرحه بالراحة جدا، مع ان انا عنيفة يعني برضو ساعات مع شعري على حسب المود. بس لازم ابقى ديليكت قوي في تسليك شعري. زي ما انتم شايفين دايما ببدأ من تحت وبعدين اطلع لفوق. بستعمل فرشة حديد لان الفرشة دي اولا كويسة جدا لفروة راسي، بتدي زي circulation لفروة الراس ومجرى الدم، يعني بتغذيه، فبالتالي مغذي للشعر. وبعدين سهلة جدا في تسليك الشعر، يعني حتى لو شعرك مكعبل جدا جدا هتسلكهولك بسهولة جدا. فبنصح بالفرش دي. اساسا انا مش لاقياها، تاني قاعدة بدور عليها في كل حتة مش لاقيها، لان في فرش حديد كتير قوي في السوق بس بيكونوا حامين. يعني الفرشة دي حديد بس ناعمة في نفس الوقت. فاهمين ازاي؟ في حديد بقى بس بتوجع الشعر وبتقطع الشعر. فالنوع ده انا مش لاقيه في اي حته، فبدور عليه. لو حد يعرف ممكن الاقيه فين بليز يقول لي. اوكي، سو انا دلوقتي خلصت تسليك شعري. بعد ما بسلك شعري بيبقى شكله كده طبعا، لان كان كيرلي واحنا فكينا الكيرلز كلها، فطبيعي ينفش. وده النتيجة اللي انا عايزة اوصل لها. لازم انفش شعري يعني بكل طريقة ممكنة زي ما انتم شايفين كده. ده كده شعري وهو متسلك. دلوقتي بقى هنفشه شوية اكتر بالبلو دراي. هديله بس يعني اقل من ضربة، بس علشان افرد الاطراف شوية يبقوا انعم شوية. فانا بزود بس يعني ضربة كده صغننة هنا بالبلو دراير، ومن هنا هفرده بس ضربة واحدة، لان لو زودت الضربات هيقل النفشة. انا عايزة النفشة تكون كتيرة علشان لما اجي اعملهم كيرلز يكون في فوليوم. هبدأ افرد شعري دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده نص فردة للشعر، ويفضل منفوش بالفوليوم بتاعه. اوكي، زي ما قلت لكم انا نعمته شوية زيادة تحت علشان لما اجي اعمل الفير يبقى المنطقة التحتانية شكلها انعم بكتير من باقي. انا اسم الشعر دلوقتي بنجهزه علشان نبدأ نعمل الكيرل باستخدام الكيرلينج وان على درجة اللي هي 200 ديجري سلسيوس. عندي صحابي يقولوا لي مريم قولي الاكستنشن علشان بس العين ومش عارفه ايه. ناس كتير طلبت برضه ان انا ما اقربش الزوم جدا من وشي وانا بعمل الميك اب، علشان معرفش انا مع ان انا بقرب الزوم جدا من وشي علشان بس انتوا شايفين تفاصيل الميك اب على بشرتي عامله ازاي من قريب. ببقى عشان كده بقرب الزوم. بس بلاحظ برضه ان الناس تقعد تقولي مريم انتي وشك مش عارفه ازاي، انتي وشك ده طبيعي ان
وشي يبان متضخم او شكلي متغير عليكم، لان انا مقربه الكاميرا زي اي بني ادم هتقرب الكاميرا من وشها هيبان ان هي كل ملامحها متضخمه ومتغيره، مش زي شكلها في الحقيقه. فانا لما بقرب الكاميرا من وشي جدا تطلع ملامحي كبيره قوي وخدودي قد كده ومش عارفه ايه، فالناس تقعد تسالني مريم خدودك، مريم مش عارفه ايه، مريم مش عارفه ايه. والله العظيم ده انا عشان مقربه الكاميرا فقط، انما انا خدودي عاديه جدا. عندي خدود طول عمري عندي خدود، بس مش هيزيدوا بين يوم وليله مثلا. مش امبارح انتوا شايفيني شكلي عامل ازاي في الصور وفي الحفله ومش عارفه ايه من تصوير نورمال اللي هو من بعد طبيعي، انما لما هاجي اصور لكم في نفس اليوم في نفس اللحظه ان انا مقربه وشي من الكاميرا قوي، فاكيد يعني مش ما بين ساعتين ملامحي مش هتتغير. فلازم تفهموا ان زاويات الكاميرا بتختلف جدا في الشكل، والاضاءه بتختلف جدا في الشكل. كل الناس حتى اللي مش مشاهير بيقعدوا يدوروا على زاويه ياخدوا منها سيلفي، يقعدوا يدوروا على نور حلو يطلعهم شكلهم اللي هم شايفينه في المرايه قدامهم، يقعدوا يدوروا على زاويه يصوروا منها علشان تطلع شكلهم زي ما هم شايفين شكلهم في المرايه. ان الزاويه بتاعت التصوير تختلف جدا، ممكن تخلي ملامحك متضخمه، ممكن تخلي وشك طويل، ممكن تخلي وشك رفيع، ممكن تخلي وشك مليان. كل ده حسب الزاويه والاضاءه، فلازم تفهموا المواضيع دي يا جماعه. انا لو عامله حاجه هقول لكم على طول. انما شفت صوري من وانا صغيره، من وانا طفله، شفت صور مامتي، شفت صور يعني كل مراحل، مش صور بس، فيديوهات بس عشان ما حدش يقول تعالي في الصور مش عارفه ايه. شفت فيديوهات كمان ليا ولمامتي، صور لمامتي، فيديوهات لمامتي في الثمانينات والتسعينات، وشفت صور ليا في كل مراحلي العمريه، في المراهقه وانا طفله، كل المراحل دي. وملامحي هي مناخيري هي دقني، بقي، حواجبي، عينيا، خدودي، فكي، كل حاجة هي يا جماعة. فأنا لو في أي حاجة والله هقول الاختلاف بس إن انتوا شفتوا صور من غير مكياج لأن أكيد طفلة، وبعدين صور المراهقة كنت عاملة ميك اب، فملامحي هي. وبرضه طبعا تطور الميك اب واختلاف طريقة الميك اب بتاعتي برضه اتغيرت، اتغير جدا. يعني أنا ما بقيتش أحط ميك اب مثلا كتير قوي زي الأول، دلوقتي بقيت أحط ميك اب نوعا ما خفيف. تاني حاجة طريقة التصوير برضه اتغيرت عن زمان. يعني أي حد طبيعي حتى لو مش من المشاهير أو أي حد منكم اللي بيتفرج، يعني ودي حاجة طبيعية، أي حد منكم حتى من اللي بيتفرج، انت شكلك النهاردة زي شكلك من شهرين؟ أكيد لأ، أكيد انت اتطورتي في الميك اب مثلا، أو مثلا في إرهاق، أو مثلا في عدم نوم، أو في راحة، أو في أي حاجة. كل حاجة كل العوامل دي بتختلف في الشكل بس مش في الملامح. أنا ملامحي هي بس شكلي أكيد بيتغير، العمر بيعدي، بكبر كده. ازاي مناخيري حتى هي كبيرة قدامكم، شايفين كبيرة ازاي؟ ما هي صغننة من الجنب بس اللي حلوة، أنا مناخيري هي فيها يعني شبه دنيان ودنيالا بالظبط، نفس مناخيرهم من قدام ازاي ومن الجنب ازاي. مناخيرهم من الجنب جميلة ومرفوعة وضيقة وكل حاجة، انما من قدام بتلاقوها مدورة وكده زي الكورة يعني مش اسمه. انما انا بس بعمل شوية كونتور، شوية مع الفاونديشن والحاجات دي اللي بتنعم المنظر هنا. كل ما تنعم منظر منطقة المناخير تبان انها اصغر. بس دي كل حكاية. انا مش بغير ملامحي بالميك اب، انا ببرزها بالميك اب بس. انا ما بحبش احط هير سبراي لان ما بحبش احساس الهير سبراي على الشعر، ان الشعر يبقى كأنه مخشب، وانا بحط كتير قوي في شعري، ما بحبش ان انا احس ان ملمس شعري مخشب او خشن. فبحب ان هو يكون منفوش والكلام ده كله، بس بحب الاحساس ان هو يكون ناعم فيه. بحب ان انا يبقى الملمس اللي هو اللي بينزل على طول من الهير كيرلر كده، بحب الملمس ده. او بحب حتى ملمس شعري كده حتى لو هو هايش او whatever، بس المهم ما يكونش عليه اي هير سبراي.
بكره خالص ملمس الهير سبراي. ممكن ارشه مثلا لو انا عايزه البانكس يثبتوا شويه، فبرش خفيف جدا. وفي هير سبرايز بجيبها ملمسها مش خشن قوي، بس برشها فقط على القص. ما بحبش ارش اصلا هير سبراي على شعري الا فين وفين. انما لما انا بعمل شعري عادي كده، حتى لو بسيب قص، شفتوا انا سبتها ازاي شويه في ايدي بس علشان تبرد على الشيب، وبعدين بقى تفرد براحتها. الكيرل بتفضل قاعده معايا حوالي 3-4 ايام كده. اكيد طبعا مش من نفس التدقيقه اللي هي نازله فيها. 3 ايام التدقيقه بعد ساعتين اصلا بتبقى لوز. فانا اساسا ما بحطش سبراي علشان ببقى عايزاها، ببقى عايزه الكيرلز مفروده اكتر. فعلشان كده انا برضو ما بحطش الهير سبراي. زائد ان هي برضو هتفضل ثابته 3 ايام بالكيرلز اللي هي المفروضه اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي بعد ساعتين هتبقى شكلها ازاي. فالشكل النهائي لشعري اللي هو بعد ساعتين ده بيفضل ثابت لمده 3 ايام ومن غير هير سبراي. تخيلوا. اللي هيسألني على الكولر بتاعتي دي من أميكا براند أمريكان. تحفة الصراحة. معرفش ممكن تلاقوها فين، أنا شايفاها أونلاين كده. وأسيب الكيرلز فيه شوية كده بس يبردوا. هرجعهم ورا مع أخدها. برضه مخلينيش إن أنا أفرد شعري جامد جدا وأخليه ناعم أوي زي ما انتوا بتشوفوا الكوافيرات بيقعدوا يعملوا. لأن أنا مش عايزة الكيرلز تبقى مفرودة أوي. لو أنا فردت الأول بالبلو دراي وخليت شعري يبقى ستريت أوي، مش هيثبتوا الكيرلز بشعري ومش هيقعدوا معايا 3 أيام. إنما في الكوافيرات هما بيفردوا الشعر أوي وبعدين يعملوا كيرلز، لأن هما معتمدين إن هما هيعملوا الشعر وبعدين برضه بينيموا الشعر أوي في الكوافير. أنا مبحبش الشعرة تبقى يعني ليف أوي وستريت أوي ونايمة أوي تفقد الفوليوم بتاعها. فأنا بحب شعري يبقى منفوش عشان لما أجي أعمل الكيرل يفضل بنفس شعري الطبيعية أو الفوليوم بتاع شعري أنا الطبيعي. لما بروح لكوافير ويعمل لي شعري بحس إن أنا فعلا خارجة من عنده بشعرتين. شعري كله وديتهولي، أنا شعري قد كده، أنت خليتولي قد كده إزاي؟ خليتولي فتنتين إزاي؟ فعلشان كده أنا بفضل إن أنا أعمل شعري بنفسي. إلا بقى لو أنا مثلا تعبانة أوي وما عنديش مود خالص إن أنا أعمل شعري، ده بيبقى حالات نادرة يعني، ويبقى مثلا عندي إيفنت متأخرة عليه وما عنديش وقت إن أنا كنت أعمل شعري لنفسي في البيت، مع إن أنا شعري ما بياخدش غير تلت ساعة. بس زي ما انتوا عارفين بيبقى زي ما قلت لكم الموضوع ده بيبقى نادر إن أنا أخلي حد يعمل لي شعري. بروح لصالون معين أكون أنا متعاملة معاه قبل كده. الراجل اللي هناك بيبقى فاهم دماغي، بيبقى فاهم إن أنا ما بحبش إن أنا أفرد شعري فل. ببقى مفهماهم الكلام ده إن أنا ضربة واحدة كافية لشعري قبل ما يبدأوا يعملوا فيه الكيرل. فعلشان كده بروح لناس معينة أبقى ضامنة يشتغلولي على شعري بالشكل اللي أنا أبقى عايزاه. ف... ف... كنت مقسمة شعري نصين، نص بالعرض يعني، نص فوق ونص تحت، وتحت بعدين قسمته يمين وشمال. عملت نفس الحكاية مع النص الفوقاني، قسمته يمين وشمال، وأبدأ أجزأهم وأعمل سكشن وأشتغل على خطة بالكرات. فأنا بصراحة دلوقتي هحاول أصور لكم الجلد الجديد كله من على البعد ده، لأن فعلا بنات كتير حتى طالبة إن التصوير يكون كده علشان يبقوا شايفيني ككل. ده طلبهم، حابة تشوفوني كأنكم قاعدين قدامي. فكلامكم صح، الناس اللي طلبت إن أنا معملش زوم قريب قوي معاكم حق فعلا. أولا الزوم القريب ده ادى فرصة لناس كتير قوي إنها تدخل تتكلم وتتفهم في حاجات أنا ما عملتهاش. تاني حاجة ما بيبقاش فعلا شكلي زي الحقيقة. يعني حتى دلوقتي حتى مش شكلي زي الحقيقة. الكاميرا نوعا ما برضه بتغير شوية في الملامح، فبتلاقوني بقعد ألف كتير يمين وشمال عشان أجيب شكلي اللي أنا شايفاه قدامي في المراية.
ف يعني دي أقرب حاجة لشكل الحقيقة عن لما بصور من قريب. فعلشان كده أنا هصور من هنا من البعد ده، عشان زي ما قلتلكوا دي أقرب حاجة لشكل الحقيقة. فهيبقى شكل كأنكوا قاعدين قدامي وشايفيني، كأنك قاعدة قدامي بالظبط دلوقتي وشايفيني قاعدة قدامك. فالبعد ده تقريبا أظبط حاجة، مع ان انا بحب اقرب الكاميرا بس عشان تشوفوا انا بكون بعمل ايه بالظبط في وشي في الميك اب والايلاينر والحاجات دي، وتشوفوا برسم الحواجب ازاي شعره شعره والكلام ده كله. بس يعني دي فرصة الناس تقعد تتكلم وتقول كلام مش حقيقي، يعني اكون انا بعمل حاجة عشان اساعد بيها الناس وعشان اساعدكم بيها مثلا او حاجة، والاقي بقى انا اخد كلام. فدلوقتي بتيجي المرحلة إن أنا أقسم القصة بتاعتي اللي أنا عاملاها لنفسي. القصة أنا قصة زي قصة، أنا دلوقتي قصة القصة بتاعتي يعني قصة معينة كده. أنا سميتها الجيلي فيش علشان هي شبه الجيلي فيش. فالجيلي فيش شكله ازاي؟ بيبقى مدور من فوق كده، وبعدين عنده رجلين تطلع من تحت، صح؟ ملفلفة من تحت. فده اللي أنا عاملاه في شعري، إن أنا حابة يبقى القصة بتاعتي هي التدويرة من فوق، لان انا كمان قصها قصير علشان الفوليوم. هي كانت كلها طول واحد مع شعري، وكل فتره بقوم قصه القصه اللي انا بقول لكم ان انا مسمياها الجيلي فيش دي علشان الفوليوم، لان دي بتقوم لما تطول اكتر من كده الاقيها واخده شعري ونازل، فاقوم فاقده الفوليوم اللي هنا، لان الشعره بتبقى تقيله كل ما بتبقى طويله. فحبيت ان الحته الفوقانيه دي كلها تبقى قصيره، وده اللي بيدي ايحاء للناس ان انا مركبه اكستنشنز، بيبقوا فاكرين ان ده طول شعري الطبيعي وان الباقي كله متركب. الحته دي عندي فاضيه علشان كنت عامله عمليه فيها، كان عندي زي كيس دهني تحت الراس فشالوها لي، فعشان كده فاضيه. المهم يعني كنت بقول لكم ايه. فعلشان كده الناس بتفكر ان انا مركبه اكستنشنز، عشان لما بيشوفوا القصه بتاعتي داير ما يدور قصيره فبيفكروا ان انا شعري كله الطول ده والباقي كله اكستنشنز. بس هي الفكره ان انا القصه اللي انا بقول لكم اخترعها من راسي دي اللي انا مسمياها الجيلي فيش، اللي هي من فوق مدوره كده، وبعدين بيبقى الرجلين بقى اللي هي الكيرلز دي مسميها الرجلين بتاعت الجيلي فيش. حاليا دلوقتي لازم أقسم القصة وأبعدها عن الشعر الطويل. دلوقتي دي آخر فصل فاضلة من الجنب ده عشان أدي فوليوم، بس برفع الحتة دي شوية كده، وبعدين أبدأ من بعيد شوية. والشعر الغجري المشموم يسافر وأسفل. بعدين بقى شعري بينفش أكتر لما بيقعد بقى شوية كده، طبعا بالذات ان انا ما بكونش حاطه له هير سبراي، فطبيعي ان هو هيتغير الشكل بتاعه، وهو ده اللي انا ببقى مستنياه، ان هو شكله يتغير. انا ما بحبش ان هو يفضل ثابت على الكيرلز الضيقه اللي انا عاملاها واللي هي ماسكه كلها في بعض كده. بحب ان الشعر كله ينفش ويبقى كده. فاهمين قصدي؟ انتوا شفتوا في فيديوهاتي وصوري بيبقى شعري عامل ازاي كده. هنا القصة أنا جبتها على الناحية التانية وجمعتها مع القصة اللي هي من الجنب التاني، بس لسه برضو القصة اللي من الجنب التاني ماسكة في الشعر الطويل، عشان أنا بحب الشكل بتاع الشعر لما بيبقى عامل زي الأخطبوط، اللي هو كأنه كاري من فوق وبعدين رجلين الكيرلز كده بتطلع من تحت. فعشان كده بقص القصة دي. وكده بقى جمعت راس الجيلي فيش، كانت في الجنب ده والجنب ده وشوية من ورا كده، فجمعتهم كلهم وجاي معاهم شوية شعر طويل دول معرفتش اقسمهم بصراحة، مش مشكلة، مش هيبانوا قوي يعني في وسط الشعر لما اجي اعمل القصة بتاعتي. بس انا بعمل القصة بعد الميك اب بصراحة علشان تبقى في الاخر يعني وتبقى لسه فريش، لان انا ببعد شعري عن وشي وقت الميك اب فممكن تديني او حاجة، فبالتالي ثبتها بالصباع الصغير ده كده، وهيبقى عندي
البتاع الأبيض كده طالع باقي الفيديو وأنا بجهز. اوكي سو ده كده شعري. لسه بقى بعد ما هعمل القصة، أول ما هعمل القصة هبدأ بقى أجيبه على قدام وأقعد أعمل هيد بانجينج. زي ما انتوا عارفين اللي متابع فيديوهات التوتوريال بتاعت الشعر بتاعتي يعرف إن أنا بعمل هيد بانجينج في آخر حاجة علشان شعري كله يفك عن بعض وينفش.